زين الدين زيدان يكشف المؤامرة الكبرى التي تعرض لها المنتخب الجزائري بعد مباراة الكوت ديفوار. انظر ماذا قال. تصريح خطير من الجزائري الأصلي زين الدين زيدان يكشف المؤامرة التي حدثت لمنتخب الجزائر أمام منتخبات إفريقيا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قد صرح اللاعب الجزائري الأصلي زين الدين زيدان لجزيرة الموندو الفرنسية وقال أنني علمت من أحد أصدقائي في الفيفا أن المنتخب الجزائري تعرض لخطة ممنهجة لخروجه من البطولة في الأدوار الأولى عن طريق المؤامرات التحكيمية والسحر من بعض السحرة. وقد حذرت من قبل المنتخب الجزائري من الحكام، فعلى اللاعبين أن يكونوا على دراية ووعي داخل الملعب وأن يتفادوا الأخطاء قدر ما يمكن حتى لا يتركوا وراءهم أي أخطاء وحتى لا يتمسك بها الحكام. وبالفعل هذا ما حدث، حيث أن المنتخب الجزائري قد تعرض من قبل للمؤامرات التحكيمية. على سبيل المثال مؤامرة غانا الاستوائية وخوفون ضد الجزائر، حيث تحالفت ألمانيا والنمسا لإخراج المنتخب الجزائري من كأس العالم، وبالفعل قد نجحوا، حيث اشتهرت مباراة ألمانيا والنمسا في مونديال إسبانيا بما سمي في الصحافة الأوروبية فضيحة خوفون، بسبب وجود تآمر وتواطؤ بين المنتخبين للصعود معا إلى الدور التالي على حساب المنتخب الجزائري. أما الواقعة الثانية فهي في بطولة العرب الماضية، حيث قام الحكم البولندي باحتساب 19 دقيقة كوقت بدل ضائع حتى يتمكن المنتخب القطري من الفوز على الجزائر. ولكن الحمد لله فازت الجزائر بقوة الله وبمجهود اللاعبين المقاتلين. وفي نهاية حديثي أحذر لاعبي المنتخب الجزائري من الأخطاء أثناء مبارياتهم أمام المنتخبات الأخرى، فكما تعلمون أن الجزائر تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة، وهذا ما يغضب الغرب وإسرائيل، ويريدون بكل قوة إقصاء المنتخب الجزائري من البطولة، حيث أن إسرائيل لها أذرع في جميع المجالات وبالأخص المجال الرياضي، فحذاري من الأخطاء الرياضية. وأحب أن أشكر المنتخب الجزائري والجمهور الجزائري الذين قاموا بإسعاد الشعب الجزائري، وأتمنى لهم الفوز بكأس إفريقيا. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب الجزائري ضع لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة.